يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح الفل، يا صباح الجمال. صباحكم مشرق بنور الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ عاوز بس اقول كلمتين كده للناس اللي هم بيحسدوا. اما تيجوا يا جماعه تحسدونا على حياتنا، خدوها كده كلها باكج كده، كلها مره واحده على بعضها. ما تنقوش الحلو اللي فيها، ما يغركوش ان احنا بنضحك دايما في الصور او وشنا دايما على طول بشوش او كده. شوفوا اللي جوانا ايه. شوفوا المعاناه اللي احنا فيها. فما تجيش اما تيجي انك انت تشوف حد وفيه حاجه حلوه، سمي الله طبعا، وقبل ما تاخد الحاجه الحلوه اللي فيه وتقول الله ده عنده دوت، او ان هو باله مرتاح او لا. شوف حياته ازاي، حاول انك انت تبدل الكراسي. صدقني لو بدلت الكراسي هتقتنع جدا جدا بحياتك، هتقول الحمد لله على اللي انا فيه. مش هتقتنع خالص بحياته هو. فكل واحد طبعا ربنا مديله حياته هو مقتنع بيها وعايشها، وكل واحد ربنا مديله حمل هو متحمله وقادر ان هو يكون قده. فمش عايزين ان اي حاجه كده ان احنا نشوفها ننبهر بيها بس من بره، واحنا ما نعرفش هي داخلها ايه او ايه اللي هو اللي جواها. فكل الناس طبعا اللي هي بتتكلم وبتبص وبتشوف وبتروح وتيجي تقول لك ده بيسافر، ده بيروح، ده بيعمل، ده بيجي. خالص يا جماعه، احنا عايزين برضو نبص ان هو المغترب اللي هم بيبصوا للناس اللي هي بتسافر، وان هي يقول لك ده نجح في شغله وعمل فلوس والكلام ده. شوفوه هو ضيع من عمره قد ايه، شوفوه ما حضرش مناسبات قد ايه، شوفوه ما حضرش افراح قد ايه، شوفوه ما حضرش اعياد قد ايه، كم رمضان عدى عليه. ونشوف المعاناه اللي هو عنها بره. شوفوا هو تعب قد ايه في حياته. شوفوا لما بيجي له دور برد محدش بيكون جنبيه ولا حد بيعمل له اي حاجه خالص. فرح في العيله عنده ما بيعرفش ان هو يحضره، لا قدر الله جنازه ما بيعرفش ان هو يحضرها، بيتحرم من اهله. عايزين ان احنا نبص دايما للجوانب اللي هي السلبيه قبل الحاجات اللي هي طبعا الايجابيه، قبل ما نقول الله ده فلان دوت قاعد ومرتاح وعملهم والكلام ده كله. لان يا جماعه حرفيا الحسد مميت بمعنى الكلمه بجد. يعني هو انا ممكن من انبهاري بشخص او بحاجه حلوه قوي ان انا افضل ان انا ابص لها كتير جدا، فغصب عني ان انا احسدها طبعا. فقبل اي حاجه طبعا نسمي الله، ودايما نقول بسم الله ما شاء الله. لان ربنا قال اذا دخلت جنتي فقل بسم الله ما شاء الله. فيا جماعه اي حاجه احنا نشوفها ومبهورين بيها او ان هي عاجبانا لازم ان احنا نسمي طبعا، لان العين حق. وربنا يحفظنا يا رب جميعا ويبعد عننا اي حاجه وحشه. واي حد طبعا شايف ان حياته مش لطيفه او ان هو في دروبات بتحصل له او الكلام ده، كلنا هذا الشخص والله يا جماعه حرفيا ما فيش حد مرتاح في حياته ولا حد ان هو سعيد فيها، بس كله بيقول الحمد لله وهي ماشيه. فعايزين ان احنا نشوف ايه الجانب الكويس اللي فيها، وان احنا نبتدي ان احنا نتعامل معاه. والجانب السلبي طبعا ان احنا نحاول ان احنا نصلحه. دايما نبدا يومنا بذكر الله، دايما نختم يومنا بذكر الله. كل حاجه طبعا طالما ربنا في حياتنا وان هو موجود معانا والكلام دوت، كل حاجه بتعدي وكل حاجه بتبقى جميله. لكن لو ان احنا نسينا الافكار بتاعتنا او نسينا يومنا هيبقى ازاي، او عرفنا ان هو القدر هو اللي بيحدد مصيرنا دايما، او حتى الدعاء برضو بيغير الاقدار. يعني دايما نتمنى من ربنا القدر الجميل، ودايما نطلب منه احلى حاجه في الدنيا، ونتمنى منه الامنيات الجميله وكل حاجه حلوه. لاني سبحان الله يعني ربنا عنده كتير قوي، فما نطمع في كرم الله نطمع فيه كتير قوي ونطلب منه كتير قوي. وصباحكم مشرق طبعا بنور الله، واشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. وبجد انا سعيده جدا بيكم وسعيده بوجودكم معايا. فان شاء الله بقى اشوفكم في فيديو جديد. صباحكم ورد.